السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. بدايه الدوري المصري النهارده وبدايه مشرقه بالتفاؤل، وشفنا اهداف عالميه بصراحه النهارده. هدف محمد شحاته وهدف عمر الساعي وهدفين لدجمون. بصراحه الدوري بادئ سخن كده. اي نعم الزمالك فاز ودي حاجه ما تفرحش الواحد يعني، ولكن بدايه حلوه، بدايه مشرقه بالتفاؤل بصراحه. البيراميدز النهارده مش عارف، سيء جدا، سيء لابعد الحدود تقريبا. اي نعم طرد في اول 10 دقائق وكل حاجه، ولكن مفيش جمل بتتلعب في الملعب، مفيش هجمات، مفيش اي حاجه حرفيا. هو مفيش. فبيراميدز النهارده ما جاتش. وادي دجله يعني فيه الرمق يعني، نتوسم فيه خير بصراحه. عندهم مدرب لسه صغير 31 سنه، محمد الشيخ، مش عارف بصراحه، بس هم وادي دجله دايما عنده افكار مترقعه كده. وماجد سامي يعني اول واحد جاب تكيز جونياس، وكان بيقعد يلعب اللي هو الاستحواذ، ونقل حرفيا التيكي تاكا للكره المصريه. فوادي دجله دايما افكارها مجنونه كده. الزمالك النهارده بيكسب 2-0. هو انت يا بسام بتنام ازاي؟ انا بجد والله السؤال ده موجه لمحمد بسام حارس سيراميكا. هو انت بيجي لك نوم ازاي وانت مضيع مجهود فرقه لمده 90 دقيقه؟ يعني انت في الهدف الاولاني، يعني بص يا عم، مش هنقول له ان هي غلطتك مع ان الكره في زاويتك، يعني هي الكره كانت رايحه في البعيده وانت راجل واقف في الضيقه، الكره خبطت في رجب نبيل وجات لك في الضيقه، وبرده ما فيش اي رد فعل، ما عملش اي حاجه حرفيا. هو الهدف الثاني بعيدا عن انه هدف عالمي ما اقدرش اتكلم في دي. محمد شحاته بصراحه عنده فيجن. انا بحسد الزمالك عموما وجمهور الزمالك على لاعب زي محمد شحاته. لاعب مش هقول ان هو متكامل، ولكن لاعب بصراحه فارق مع الزمالك في نص الملعب. يعني عنده فيجن حلوه جدا للملعب كله، بيعرف يباص، بيعرف يلعب من تحت ضغط. والهدف عالمي. انا مش هتكلم في الهدف، انا بتكلم على رد فعل محمد بسام. محمد بسام بيجري ورا الكوره. يا ابني طب اعمل تراي. بسام وقف عند خط الستة ياردة وشايف الكرة بتدخل. يا ابني اعمل تراي. احنا شفنا الجون ده كتير على فكرة، يعني الجون ده بيتكرر كتير، ولكن انت كحارس لازم تعمل تراي على الكوره. روح يا عم يمكن تلحقها. الكوره مش طلقه، هي مش مدفع ارض جو جاي لك ولا صاروخ ارض جو جاي لك، ده كوره عادي يعني. روح اعمل تراي على الكوره. وبعد الهدف بيضحك اللي هو يا ابني انت ما فيش دم خالص، انت ما عندكش. لا بجد محمد بسام ده انا مش فاهم بصراحه بيجي له نوم ازاي. ومودرن سبورت، انا هتكلم عن علي ماهر لوحده. هو انت يا علي ماهر مقتنع فخري لقاي لحد الدقيقه 90 وبعد الدقيقه 90 كمان وما تغيروش؟ هو عمل ايه طيب عشان ما يتغيرش؟ وبعدين رايح تطلع عمرو السوليه اللي هو ماسك لك خط النص، وتنزل مروان عثمان. يعني انت مروان عثمان ده راجل بيلعب سترايكر اصلا. فانت رحت طلعت عمرو السوليه اللي هو خط نص، نزلت مروان عثمان اللي هو سترايكر، ورايح تلعبه على الطرف. ايه التبديله دي؟ يعني انت دماغك كانت فين في التبديله دي؟ بس وان شاء الله خير وموسم حلو عليك.